الشيخ راغب بشار الفارس أحد شرطة زبيد هيئة أعيان شمالي وشرق سوريا. بصدد الوحدة الوطنية بين كافة المكونات في شمال وشرق سوريا، نحن من بداية الأحداث تكالبت علينا من الداخل ومن الخارج لخلق الفتن الطائفية والعرقية والمذهبية، ولخلق الفوضى ولزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك توحدت شعوب المنطقة عرب وكرد وسريان وأشور فيما بينها، وشكلت الوحدة القوات العسكرية المشكلة من كافة أبناء هذه المكونات. وهذه توحيد هذه الصفوف لازلنا بصدد أنه التماسك الأقوى، يعني أن يكون بين الصف الكردي، توحيد الصف الكردي بداية، توحيد الصف الكردي العربي الأشوري السرياني، لأنه نحن ما زلنا بعد تضحيات العديد من أبنائنا وبناتنا والمعاقين والمعاقات من أبناء هذا الشعب، نحن لازلنا نعاني من التكتلات التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار. فنحن حققنا المكاسب بداية السياسية والعسكرية والمجتمعية والثقافية بفضل هذه التضحيات. فعلى شعوب المنطقة من كل المكونات أن تحافظ على هذه المكتسبات التي تحققت بفضل هذه الدماء. نحن كإدارة ذاتية من بداية الأحداث نحن انتهجنا مشروع الأمة الديمقراطية الهادف على أخوة الشعوب والتعايش المشترك. لذلك شكلنا الإدارة الذاتية، وهي الإدارة الذاتية من أبناء كافة المكونات بالمساواة والتعددية بين كافة المكونات بدون إقصاء مكون عن الآخر. لذلك نحن نريد بداية الحل السوري ليكون استقرار في سوريا عامة، وينتشر مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية في الجغرافيا السورية بكاملتها، لأنه هذا هو بداية الحل في سوريا، ويجمع بين كافة المكونات بدون إقصاء. بكر المفتاح من قرية اللاوة من قبيلة الوردة درقيلقي. نحن من عشائر، واحنا أهل عشائر وعرب ترك ما يريدوا هذا المكان، يريدوا يحتلونه، وليس يريدوا أن يجوا يسوي منطقة آمنة، ولا يريدوا منطقة آمنة. هو احتلال، جاي مشان احتلال، مو جاي مشان شيء. هو جاي بحجة المنطقة انه يريد يسوي منطقة آمنة. لا، هو جاي يحتل المنطقة، انه والله انا اسوي منطقة آمنة، وعم يجيب منها الناس المرتزقة، وعم ينهبوا العالم وعم ياخذوا العالم. العالم لازم تكون واعية لهذا الموضوع، والحل سياسي. احنا شعب عايشين بأمان بخير بمنطقة آمنة، ليس احنا ما عندنا فوضى. الفوضى عنده، هو سيلقى لا يلقى مكان له بكرة، مكان القبر له ما راح يلاقي. قاتل الأطفال بداء للشعب السوري، الحل السياسي الوطني، التآلف، المحبة، ننصح الكل كبير وصغير انه الفتنة هاي لازم تنخلص. هذه فتنة، يفرقوا بين فلان وبين علان، يقولوا هذا فلان وهذا فلان. هذه فتنة، هاي الفتنة لازم نكون نحن نلغيها. نحن كلياتنا سوريين، ما بدنا حدا يفوت بيناتنا. نحن نحل مشاكلنا بإيدنا، نحل مواضيعنا بإيدنا، مو تركيا تحل لنا ولا أمريكا تحل لنا أبدا.